يا هلا فيكم. في أعمال تضحك وفي أعمال تبكيك، لكن نادر جدا تلقى عمل يقدر يسوي الاثنين بنفس القوة، وهذا بالضبط اللي سواه مسلسلنا لليوم. المسلسل اللي للحين كثير يعتبرونه واحد من أعظم الأعمال الخليجية اللي انعرضت على الشاشة، مسلسل قاصد خير. انت ليش ما تسكتين؟ انا بسأل سؤالي، خليك ربي. ما تعرفين تسكتين دقيقتين؟ انا قاعد احاكي اختي، خليك ربي، يخليك ربي سكتي. مسلسل قاصد خير من أبرز المسلسلات الكويتية الكوميدية الاجتماعية، عرض عام 1993 ويتكون من 14 حلقة، وجمع المسلسل كوكبة من نجوم الدراما الخليجية: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد، غانم الصالح، علي المفيدي، مريم الغضبان، رحمة الله عليهم جميعا، ومريم الصالح، عبد الرحمن العقل، فرح علي، جمال الردهان، داود حسين، وانتصار الشراح. أما فكرة المسلسل فكانت من الفنان سمير القلاف، والسيناريو وحوار عبد الحسين عبد الرضا، وإخراج يوسف حمودة. يباي ريال عند الباب. انا ما ادري متى هذا بيتثقف، ما ادري متى بيصير ادبي. ريال عند الباب والعاده حصن يوني. انا منو سله منو شاب يبا سلمان ولد وبس. سلمان ولد بس. سد الباب ابوي الريال، الله لا يبارك فيك. تفضل. يبا ابطل الباب. الريال دش مالك عليك وعلى اللي يتكل عليك. الريال دش الديوانيه وتبطل الباب. مسلسل قاصد خير كان وراه قصة مأساوية حقيقية. قبل الغزو العراقي للكويت بفترة بسيطة، كان فريق العمل بدأ فعلا تصوير المسلسل تحت إدارة المخرج العراقي فاروق القيسي، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد، لكن فجأة جت كارثة الغزو وتوقف كل شيء. الاستديوهات تعطلت والتصوير توقف بالكامل، والأسوأ من كذا إن النسخة المصورة تعرضت بالكامل للتلف والضياع. وبعد التحرير كان عبد الحسين عبد الرضا محتار، هل يرجع يصور العمل من جديد ولا يدفنه وينسى الفكرة كلها؟ لكن بالنهاية أخذ القرار وقرر أنه يعيد تصوير المسلسل مرة ثانية من الصفر. ومع إعادة التصوير تغير جزء كبير من طاقم العمل، ومن أبرز التغييرات كانت شخصية أنغام. الدور كان في البداية للفنانة عبير الجندي، وكانت بالفعل صورت مشاهد كثيرة قبل الغزو، لكن بعد الغزو تحجبت واعتذرت عن المسلسل، وينقال إنها وقتها كانت تمر بظروف نفسية صعبة. بعدها تم اختيار الفنانة البحرينية فرح علي، وكان هالعمل نقطة تحول ضخمة بحياتها الفنية، لأن ظهورها في المسلسل خلى اسمها ينتشر بسرعة كبيرة بالخليج. هل اتفقنا؟ ليلة 16. ما ادري شلون يعني 16 يوم عنده ويوم عندي ما يصير. عشان نولح على بعض. إي بس يقولون ان البعد جفه. خليك رب حكي مطربين، انت مرة فاهمة. من يقول البعد جفا؟ البعد ولا ما زاد البعد بطل. الحين خليها يشوف شهر مرة. الحين بديتوا تفهمين، الحين صج ام ردح المثقفة الفاهمة. ايش رايك نخليهم شهرين مرة؟ نخليهم 3 أشهر. ايه 3 أشهر قلب كاباتبو 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 حلو. ايش نخليها كل 6 أشهر مرة؟ انا عندي راي احسن. تفضلي. رايين احسن من راي. ايش رايك لو تطلقني وتفتك بالمرة؟ أما عن قصة المسلسل فكانت تدور حول شخصية بوردح، ساعي البريد البسيط اللي يشوف الناس إنسان طيب وقلبه أبيض ويحب الخير للناس، لكن وراها الصورة المثالية كان في سر كبير ما يعرفه أحد. بوردح بالحقيقة ما كان الرجال الفقير المسكين، بالعكس تماما، كان يملك ثروة ضخمة وعنده استثمارات ومشاريع كثيرة، لكنه متعمد يخفيها عن الجميع، لا هو اللي يظهر باسمه ولا هو اللي يبين بالصورة، لكنه المتحكم الحقيقي بكل شيء. وكان يستخدم ذكاءه عشان يحقق مصالحه الخاصة ويستفيد من الناس اللي حوله بدون ما يحسون. ومع تصاعد الأحداث يبدأ القناع يطيح شوي شوي وتنكشف حقيقته قدام الكل. احييكم، يخليكم ربي في هذا الاجتماع المغلق
عسى الله يغلق باب أرزاقكم انكسر فيها. فأرجو من كل واحد فيكم يبدي رايق ويذكر الأسباب أول بأول، وذلك لكي نصل إلى بر الأمان. المميز فعلا أن المسلسل ما اعتمد بس على الضحك، لكن كان يحمل رسائل إنسانية واجتماعية قوية جدا عن الطمع واستغلال الآخرين وخطورة المظاهر الكذابة. كمان الحوار كان من أبرز نقاط قوة المسلسل. الحوار كان مختلف عن كثير من أعمال ذاك الزمن، لأنه جمع بين السخرية وفي نفس الوقت مليان إسقاطات اجتماعية ورسائل عميقة، وهالشيء أصلاً معروف عن أعمال عبد الحسين عبد الرضا. ظاهرها كوميدي وخفيفة على المشاهد، لكن إذا تعمقت فيها تلقى معاني أكبر ورسائل مهمة، وهذا بالضبط اللي كان يميز مدرسة عبد الحسين عبد الرضا. أما من الناحية الفنية فكان أداء الفنان عبد الحسين عبد الرضا استثنائي بكل معنى الكلمة، لأنه قدر يقدم شخصية مركبة جدا، مرة يضحك ومرة يخليك تكرهه ومرة تتعاطف معه رغم كل أخطائه. وهالنوع من الشخصيات يعتبر من أصعب الشخصيات اللي ممكن أي ممثل يقدمها على الشاشة، لكن طبعا مو صعبة أبد على أبو عدنان. إذا سمحت عندك مشرف محسن يا ماما؟ نعم. حسن يا ماما. إيه. هذا مطرب؟ أي مطرب. حسن يا ماما. حسن يا ماما. ولبناني مو أخوه راشد علامة اللبناني هذا؟ مو أخوه؟ لا مو أخوه. لا. وخليجي؟ إيه خليجي. إيه. صوته دافي مو؟ دافي. وايد دافي ولا نص نص؟ لا نص نص. حسديري هذا صوته دافي. محيسن منو؟ يا ماما. هذا اسم طير. يا عواد. نعم. ومن الأشياء اللي عطت المسلسل طابع خاص ومختلف من عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد، كان الانسجام بينهم واضح بشكل مرة كبير، وكانوا مو قاعدين يمثلون. عبد الحسين عبد الرضا بخفة الظل المعروفة، وحياة الفهد مع فويتها وحضورها القوي صنعوا مشاهد للحين عالقة بذاكرة الجمهور. الحوارات بينهم كانت بسيطة وقريبة من الناس، واللي يلفت الانتباه أكثر أن بعض المشاهد كان واضح فيها أن الفنانين مستمتعين فعلا بالتمثيل، لدرجة أنك أحيانا تلاحظ ابتسامات حقيقية أو ضحكات صعبة تنكتم، وهالشيء أعطى المشاهد صدق وعفوية أكثر. اي والله زعلت. لا الله يخليك لا تزعل. مو ماكو انت خوش مرة. شوف. إيه. بنت حلال. إيه. بنت واد. إيه. عيب انك انت مخك مصين. أنا مسويت ما مسويت لك عشاء مشبوس، هذا مشبوس طماط على مموش. شو مشبوس طماط على موش؟ يعني طحنت ربيان يابس سويته في الطماط، بعدين حطيت الماش والعيش. أقول لك المقادير. مهندس كبير مهندسين، مدير عام، مدير بنك، مجري. هذا الحكي الحلو صاحبه، هذه الشغله اللي تناسب مؤهلاتي. هذا وانت بعدك ما تخرجت، بعدك ما تخرجت وما انت حاجه شلون هاي البنك يا ابو رجع عليك. حرام عليك، وين اروح منك ولا من امك؟ شو الحكي هذا؟ يبغى هذا فن رفيع مو عادي. طيب تهدد علي تهدد علي الملعون تهدد علي بعد طول علي انت طلع عليك وعلى حلعون امي. هذاك ايش فيك انت؟ وبكذا نكون وصلنا لنهاية رحلتنا مع مسلسل قاصة خير. إذا استمتعتوا بالفيديو لا تنسون دعمي باللايك والاشتراك في القناة، اللي مرة يسعدني ويشجعني أستمر في تقديم أعمال أكثر من الزمن الجميل. أشوفكم في فيديو جديد، في أمان الله.